أهلًا وسهلًا بمتابعيني الكرام، هنعمل مع بعضينا عِجّة بس إيه، تحفة بصراحة، جرّبوها وهتعجبكم بإذن الله. مقاديرها بسيطة جدًا بس طعمها ما شاء الله جميل أوي، هيعجبكم يعني بإذن الله. طبعًا أكلة اقتصادية ونعمل جنبيها حاجات إيه، كمان تفتح النِفس أكتر. هندخل طبعًا على الوصفة، هنسمي الله طبعًا والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. هنجيب 3 بصلات أو 4 يكونوا كبار، عشان العِجّة بتحب البصل بصراحة. طبعًا هنشوّح البصل تشويحة كده بسيطة، وهننزل عليها بمعلقة صلصة، وهنقلّب الصلصة دي مع البصل شوية حلوين، وهنحط شوية سُكّر. طبعًا أي أكلة فيها صلصة بنحط سُكّر، عشان بتحوش المادة الحمضية اللي فيها. اللي هي اللذعة بتاعة الصلصة الجاهزة يعني. هنقطّع 3 حبّات طماطم، وقرنين فلفل رومي وفيهم حامي للي بيحب، وفي الأول خالص حطيت معلقة هريسة شطة، معلقة صغيرة، اللي بيحب الشطة يحط معلقة كبيرة. هنحط طبعًا أنتم هتستغربوا إن أنا حاطة نعناع، لأ جرّبوها اللي ما جرّبش حتّة النعناع في العِجّة يجرّبها إن شاء الله على ضمانتي. اللي ما بيحبش خالص بقى النعناع يحط ريحان أو روزماري. بس يجرّب بجد يعني جرّبوا النعناع بتخلّي الطعم بيروح في حتّة تانية. هنحط فلفل أسود وكزبرة وملح طبعًا، واللي بيحب يحط بودرة شطة يحط، أنا حاطة هريسة شطة. طبعًا هنسيبها تتسبِّك مع بعضها، وهنحط في البولة هنا 6 بيضات، على كل بيضة معلقة دقيق، يعني هنحط 6 معالق دقيق. طبعًا هنحط على البيض فلفل أسود عشان الزفارة، وهنحط طبعًا الدقيق بعد ما نضرب البيض كويس. جرّبوا الوصفة دي هتعجبكم جدًا، اللي ما بيحبش العِجّة يجرّبها إن شاء الله هتعجبه. هنقلّبها بقى كويس، وهنحط معلقة صغيرة بيكنج باودر، وهنحط ربع معلقة بيكربونات الصوديوم، بس اللي هي بتاعة الأكل، نجيبها من السوبر ماركت. هنحط بقى طبعًا القوطة اللي هي اللي كنا مسبّكينها، بس طبعًا هنحطها باردة، تكون بردت خالص عشان البيض ما ينفعش نحطها على البيض وهي سخنة. هنحط خضرة عبارة عن شبت وكزبرة بس، وهنقلّبها طبعًا إحنا ضبّطنا الملح. الصينية هندهنها طبعًا مادة دهنية زيت إحنا بنعامل العِجّة على أساس إنها كيكة، زي معاملة الكيكة بالضبط. طبعًا النار بتبقى متوسطة لمّا بنيجي ندخّل صينية العِجّة، النار ما تبقاش عالية. بنسوّيها برضك على درجة حرارة 180. طبعًا هنختبرها برضك في النُص كده بسكينة أو بخلّة، طلعت ما فيهاش حاجة يبقى خلاص كده استوت. اللي عايز يعمل المكونات دي في صينية أكبر لإن هي طلعت عالية أوي ما شاء الله معايا، اللي عايز يكبّر الصينية شوية يكبّرها، ده يعني إيه بيرجع لِك أنتِ. بس عملنا جنبيها شوية حاجات كده إيه، تحبيشات كده جميلة، سلطة، بتنجان مخلِّل، جرجير، شوية بطاطس، وأنتِ بقى يا ست الكل حُطّي اللي أنتِ عايزاه. جرّبي الوصفة وإن شاء الله بإذن الله هتعجبِك، وربنا يحسن ما بين إيدِك يا رب، اللهم آمين، وكل متابعيني ربنا يحسن ما بين إيديهم يا رب. وأشوفكم إن شاء الله بإذن الله في فيديو جديد، مع ألف سلامة، مع السلامة.